السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عملنا على كيكة خفيفة بسيطة وسهلة جدا جدا من مكونات بسيطة. وهذه الكيكة كيكة الأناس بالكراميل، وهذه الأناناسة وهذه الأناناسة وهذه الأناناسة وهذه الأناناسة وهذه الأناناسة وهذه الأناناسة، كلهم أناناسات بالهنا والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بسوي إن شاء الله كيكة الأناناس. عندي هنا السكر أبدور بدون إضافة موية، بدون إضافة أي شيء. بوطي عليه النار بس وحركه وأتركه مع نفسه، يعني ما أجي أحركه، لا خليه زي ما هو. بس أنا هنا وريت منه يعني إنه سكر، ما في موية ما في شيء. موطي عليه النار كذا. السكر بدأ يذوب، شايفين كيف يطلع؟ الحالة هذه يصير مكرمل، السكر مكرمل. برضو بستنى عليه شوي بعد. في أشياء لسه ما ذهبت. صبيته بالقالب. عندي هنا الأناناس، آخذه وأحطه هنا نفس القالب وهو حار. هذا عندي البيض، وعندي هنا موية الأناناس، وعندي هنا زيت، وعندي هنا الكيك الجاهز. طبعا ما أبغى أذكر الماركة عشان ما ندخل في المخالفات. هذا الكيك الجاهز. وعندي هنا الزيت، وعندي هنا طحين. عندي هنا شوي طحين عشان يخليه يتماسك، لأن الكيك الجاهز إذا سويناه يصير تفتت شوي، فالطحين يمسكه شوي يشده. أضيف البيض، أضيف الزيت. الزيت تقريبا ثلثه. طبعا المقادير مذكورة على نفس العلبة. وهذا هو العصير. طبعا هو مكتوب في العلبة تضيفين له موية، لا أنا ضفت له نفس العصير اللي عندي الحين. هذه بخلطها، أضيف الطحين شوي 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 شوي. طبعا الكيك الجاهز. وأضيف عليه الطحين اللي عندي. الحين كلهم بضربهم بالخلاط.
وارجع لكم. الحين حطيته هنا، اهز الصينية عشان تتعادل، اذا في هواء بالكيك يطلع. طبعا يصير تحت السكر اللي هو كريم كراميل، تحول الى كريم كراميل، وتحته شرايح الاناناس، وبعدها صبيت عليه الكيك اللي قلت لكم اياه اللي احنا سويناه مع بعض. نهز 3 هزات تقريبا وخلاص. دخل الفرن في درجة حرارة تكون تقريبا كذا 80 70 زي كذا. طبعا يكون الفرن مسبق التشغيل، يعني سبق وشغلته. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا اللي طالع السكر اللي هو المكرمل. استناها شوي تبرد. ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكيكة كيكتنا، كيكة الأناناس بالكراميل. شايفين؟ ما شاء الله.